المقاطعة زيها زي أي حاجة تانية بنعملها، ليها ضوابط شرعية لازم نعرفها. المقاطعة عندنا مش بطريقة أبو جهل ولا الغرب ولا أي حد بيعادي الإسلام دلوقتي. المقاطعة عندنا عشان تؤدي المصلحة أعلى من مصلحة تانية، أو تبعد ضرر أعلى من ضرر تاني. المقاطعة عندنا إننا نشجع المنتجات المسلمة والمحلية ونقاطع اليهودية والمعادية. المقاطعة إننا نقوم اقتصاد بلدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر المدينة كان عارف إنه في يوم من الأيام هيتحاصر فيها من المشركين وكل قبائل العرب، وكان عارف برضه إن اليهود هيغدروا زي عوايدهم. عشان كده كان مجهز اليوم ده وأمن نفسه بالمية إنه اشترى بئر روما وأنشأ السوق الإسلامية، واللي بكده قاطع سوق بني قينقاع اليهودي، وشجع الزراع والصناع إنهم يشتغلوا عشان يعمل اكتفاء ذاتي للمدينة. وعشان التجارة عرض وطلب، وممكن أي واحد يشتري أي حاجة هو عايزها، والمشتري مخير بإرادته يشتري من أي مكان هو عايزه. وبالتالي ما نقدرش نقول إن التجار اليهود اتأذوا من القرارات دي، سواء إنهم اتأذوا بالتجارة أو اتأذوا بالمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صادرش بئر روما، بل إنه اشتراه وبالفلوس كمان. وفضل الله دلوقتي مفيش منتج الا وليه بديل محلي، وممكن يكون افضل منه كمان وارخص، بالذات بعد ما عرفنا في الفتره اللي فاتت ان حياتنا كلها كانت معتمده على المنتجات اليهوديه وغيرها، وكنا بنساعد الخنازير بفلوسنا واحنا مش عارفين. دلوقتي جه الوقت اللي نكتفي به ذاتيا ونعتمد على نفسنا بس، ومحدش يقلل منا. ولا تيأسوا، الا ان نصر الله قريب.